شوف تعامل بقى الرئيس تبون مع الأزمة. عمل ايه؟ كلف وزير الداخلية ووزير الري، انتوا الاتنين تحلوا لي الايه القصة دي وتروحوا تعملوا زيارة تشوفوا ايه الوضع هناك. خدوا طيارة هليكوبتر، بعديها فيش نص ساعة طلعوا على الايه، على البتاع على طول. تمام، ما طلعش مسك الحديد الرئيس تبون وقال لك ايه يا جزائريين اصبروا معانا يا جزائريين، نقطع الميه ولا نغليها؟ تحيا الجزائر واحيا تبون واحيا الجيش الجزائري العظيم. لغة الجسد كيفاش محمد بن زايد هو الذي تطأطأ للسلام على الرئيس الجزائري، وكانت التحية كيفاش نقولوا باهتة وسريعة من طرف الرئيس الجزائري، واللي عنده شك يمشي للصور. وشفنا الند بالند مع الرئيس بايدن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي اخواتاتي اصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم بخير. كنتلاقاو في فيديو جديد عاوتاني. فيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه واحد جوج فيديوهات بغيت نبارطاجيهم معكم، عجبوني، ديال واحد الناشط مصري على مواقع التواصل الاجتماعي وكيدير مقارنه ما بين الرئيس ديالهم عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وكيفاش جرى هذه الازمه ديال المياه اللي كاينه في الجزائر، خاصه في ولايه تيارت، اللي شفنا مجموعه من الفيديوهات ديال المواطنين اللي كيقولوا انه كاين الازمه ديال المياه في الجزائر. وللاسف هذا الشيء كاين ماشي غير في الجزائر، في شمال افريقيا كامله. الله يرحمنا يا رب العالمين. فغادي نشوفوا هذا المصري كيف قلت كيفاش غادي يدير مقارنه ويكومباري كيفاش جرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الازمه ديال المياه في الجزائر وكيفاش جراها عبد الفتاح السيسي. وكذلك غادي نشوفوا فيديو واحد اخر ديال واحد الجزائريه سميتها نورا، كنظن صحفيه، اللي كدير تحليل الزياره ديال تبون لايطاليا قمه السبعه، وكتهضر على لغه الجسد وشنو دار بينه وبين الرئيس ولا حاكم الامارات محمد بن زايد، وكذلك الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. قبل ما نطول عليكم اجيو نتفرجوا في هذه الفيديوهات. طيب ركز معايا بسرعه بالله عليك عشان انا الزهايمر عندي ايه قبل ما انسى. الجزائر، وهعرفك دلوقتي ايه القصه. الجزائر والسيسي ومقارنه بين تبون رئيس الجزائر وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر. الجزائر عندهم في ولايه في الغرب مش عارف اسمها ايه، في عندهم مشكله في قطع الايه الميه، قطع الميه. فالخبر اللي قريته اللي هو ايه، تبون يمهل المسؤولين 24 ساعة لحل مشكلة الماء. ما سمعت الخبر، طلع مظاهرات وطلع وناس طلعوا قال لك ايه، يعبرون عن غضبهم، حرقوا الاطارات وطلعوا قفلوا كام طريق، في الماء مقطوعة، الماء مقطوعة. شوف هم صح او غلط دي قصة تانية. شوف تعامل بقى الرئيس تبون مع الأزمة. عمل ايه؟ كلف وزير الداخلية ووزير الري، انتوا الاتنين تحلوا لي الايه القصة دي وتروحوا تعملوا زيارة تشوفوا ايه الوضع هناك. خدوا طيارة هليكوبتر، بعديها فيش نص ساعة طلعوا على الايه، على البتاع على طول. تمام، ما طلعش مسك الحديد الرئيس تبون وقال لك ايه يا جزائريين اصبروا معانا يا جزائريين، نقطع الميه ولا نغليها؟ وهو كان بسبب ايه اصلا؟ يعني قطع الميه بسبب ايه؟ انخفاض منسوب المياه في سد من السدود. هم لا عندهم نهر ولا عندهم حاجه ولا عندهم بتاع. تمام، اللي هيقول لي الميه عندنا ما بتتقطعش اقول له ما عرفناش. مش بتكلم علينا وعلى الميه بتاعنا، بتكلم على طريقه ايه التعامل مع الازمات. طيب، وقال لهم ايه بقى تاني؟ تعمل مشروع في خلال 20 يوم، تزود المياه الجوفيه، مش عارف ايه اللي هو ايه الحق يا جدع، اجري يا جدع. ما طلعش قال لهم طب احنا نعمل ايه؟ ولا طلع احمد موسى الجزائري قال لهم يعني منسوب السد الجو حر والميه بخرت، نعمل لكم ايه يا جزائريين؟ يعني يعمل لكم ايه؟ محدش قال لكم ان انتوا فقراء قوي؟ ولا طلعوا قالوا ايه الخونة العملاء اللي طلعوا يتظاهروا، قال لك يعبرون عن ايه، عن غضبهم. وحتى المسؤول في التلفزيون بيقول، مسؤول من الحكومة بيقول ايه، ما تنتظرش من المواطن ما عندوش ميه ان يكون راضي.
ما قالش بقى دول خونه واستحملوا معانا والوطن، وطلع واحد يطلع يقول له تحيا الجزائر واحيا تبون واحيا الجيش الجزائري العظيم وتسقط مش عارف ايه، وانت عميل وبتتكلم من بره وانت مش هقول اللي يطلع لا ما حدش عمل الكلام ده خالص. قال لك ايه ببساطه شديده احنا هنحاول نحل القصه والحوار واحنا اسفين وانتوا عندكم حق. تمام. فشوف سبحان الله الفرق بقى، الفرق طيب هو السؤال، هي الجزائر مش عندها تهديدات برضو؟ مش عندها مشاكل مع المغرب والصحراء مش عارف ايه والمهاجرين غير شرعيين اللي بيخشوا في اراضيها، وعندها ليبيا على الشرق ولاجئين وحوارات واسعار ودولار برضو نفس الفيلم. شفت الحلاوه؟ سمعت كده ابدا عندك في مصر؟ لا بقى من اخوان، لا تقول لي اخوان ولا تقول لي عسكر ولا تقول لي احزاب يساريه ولا تقول لي اي حد هيمسك مصر مش هيسيبها. تمام. ده بيفكرني بسوار الذهب الله يرحمه في السودان، برضو كان حد كده سمعنا عنه ان هو ايه سلم السلطه. فهل الاعلام الجزائري طلع دول الخونه اللي مش استحملوا عشان الجزائر يا جدعان، اخواتكم اللي في الصحراء مرميين واقفين في عز الحر ما عندهمش بق ميه، ما عملوش كده ليه؟ فاهم؟ طب ايه الفرق بين الجزائر وبين مصر؟ الاراده والحاكم عرف ان لما هيأثر، او المسؤول عرف انه لما هيأثر هيلاقي جزاء ويلاقي حد فوق دماغه، سواء الشعب او الرئيس القائد. موضوع معادلة سهلة جدا 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 وبسيطة جدا، انا مش عارف احنا معقدينها ليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما ندير لكم فيديو تحليلي عن قمة السبعة الكبار اللي دعي لها الرئيس الجزائري من طرف صاحبة الدعوة وهي الوزيرة الأولى الإيطالية. هذه القمة التي جمعت كما قلت لكم كبار المصنعين في العالم، على رأسهم فرنسا وأمريكا وكندا. كان للرئيس الجزائري يعني حضور مميز. أوله طبعا كان استقباله للرئيس الفرنسي بمقر إقامته، يعني مش الرئيس الجزائري اللي مشى مقر إقامة الرئيس الفرنسي، وإنما العكس. يعني للأصوات تقول أحبائي المتابعين أن الرئيس الجزائري ذهب تكون عنده لا بينيديكسيون أو الترخيص أو الضوء الأخضر من الرئيس الفرنسي. أنا في مفهومي البسيط والمبسط نعرف الإنسان اللي مستحق الحاجة هو اللي يمشي لصاحب الحاجة، مش العكس. وكان اللقاء كما شفتوا والصور تتكلم، اللقاء حميمي، وشفنا كيفاش يعني العناق اللي بدا به الرئيس الفرنسي. يعني لغة الجسد تتكلم أحب المتابعين، ولا نستهتر ولا نستصغر لغة الجسد. اللقاء كان حميمي، وأظنه أنه تحدث الرئيسان بالدرجة الأولى عن ما يحدث بفرنسا. يعني الحزب اليميني المتطرف اللي راه ياخذ في دور كبير في فرنسا، وأيضا تداعياته على الجالية الجزائرية. ما ننساوش بلي الجالية الجزائرية هي أكثر من 6 ملايين جزائري في فرنسا، من غير اللي ما راهمش مسجلين، يعني الحراقة. ونظن الموضوع تطرق إليها الرئيسان وتكلما على الزيارة التي قد تلغى إذا ما فاز حزب مارين لوبين، والتاريخ يعني الأسود اللي يربط العائلة نتاعها بالجزائر إذا ما وصلت إلى الحكم. يعني إذا ما ربحوا في التشريعيات، يعني في الانتخابات البرلمانية، أكيد أنه غادي يكون من عندهم هو الوزير الأول، وتكون مشاطرة في الحكم، يعني ماكرون مع بارديلا. وفي هذه الحالة نقدر نأكد لكم أنه الرئيس الجزائري سيلغي الزيارة، يعني ما غاديش يحط ساقيه في فرنسا. هذا في حالة ما إذا ترشح الرئيس الجزائري وفاز بالانتخابات، بالرغم أن كل المؤشرات تقول أنه سيترشح وعنده حصة كبيرة في الفوز، وهذه كل المؤشرات تقول ذلك. يعني إذا ما توفرت الظروف حدثت الحادثة حتما. هذه فيما يخص اللقاء نتاع الرئيس ماكرون اللي كنا ننتظره في لا بينيديكسيون تاعو طبعا. إذا أنا نظن أن الرئيس
الفرنسي أيضا ناشد الرئيس الجزائري أن تساند الجالية الجزائرية اللي هي أكبر جالية في فرنسا، أن تسانده في الانتخابات التشريعية الجديدة القادمة اللي غادي تكون في نهاية شهر جوان، والدور الثاني في 7 جويلية، باش يكونوا يعني كدرع ضد الأحزاب اليسارية والحزب اليمين المتطرف. نظن هذه الأمور تناقشوا فيها. الموضوع الثاني دائما في لغة الجسد، كيفاش محمد بن زايد هو الذي تطأطأ للسلام على الرئيس الجزائري، وكانت التحية كيفاش نقولوا باهتة وسريعة من طرف الرئيس الجزائري، واللي عنده شك يمشي للصور. وشفنا الند بالند مع الرئيس بايدن. يعني للأصوات المشككة، أنا تحدثت فقط عن اللقاء والاستقبال، وطبعا كانت له فرصة أنه تلاقى مع الوزير الأول الإيطالية وكل الكبار اللي كانوا حاضرين، يعني متاع كندا وآخرين. اللقاء هذا غادي الرئيس الجزائري يلقي كلمة، ولا أظن أنه سيتناسى القضية الفلسطينية وسيكون لها نصيب الأسد فيما يخص هذه القمة. طبعا المهم أنا ما نسبقوش الأحداث، فقط بغيت نقول لكم على الساعات الأولى وكيفاش كان الاستقبال. ونظن أنه كاين هذه الدول رايحة تريد أن تتفاوض أو تطلب من الجزائر والإمارات أن يطووا ملف الحساسية اللي راه بيناتهم. ما نقولكمش غادي تكون هذه المفاوضات أو هذه التدخلات تأتي بنتيجة، ولكن كي نجمعوا كل هذه القوى اللي هما أكبر القوى العالمية، يعني 50-50. المهم الأيام القليلة القادمة ستأتي بثمارها. في الوقت الحالي أحبائي المتابعين، الجزائر راهي في يدها إيطاليا. شفنا الرئيس ماكرون اللي هو بحاجة إلى الجزائر، واللي يقول العكس يعطيني الدليل. وأيضا العلاقات الإسبانية الجزائرية في هذه الفترة أحبائي المتابعين تمر بأجواء هادئة، خاصة بسبب الموقف المشرف لإسبانيا في قضية فلسطين، وأيضا في القضية نتاع لافير نتاع الإمارات اللي حبت تشري شركة باش تكون هي الشريك الأول في الغاز، وبذلك يعني هي تتحكم لمن تبيعه، الصفقة لم تتم لأن إسبانيا اعترضت عليها. إذا قلت لكم العلاقات الإسبانية في طريقها إلى التسقيع، يعني الهدوء، والعلاقات الإيطالية على أحسن ما يرام، والعلاقات الفرنسية مبنية. يعني الآن شفنا كما قلت لكم لغة الجسد كانت تتكلم، شفنا أنه كلها متعلقة بالنتائج الانتخابات القادمة. فعلى العموم كنتمناو خير لكل البلدان العربيه المسلمه ان شاء الله. وهدفنا من هذه الفيديوهات ديما نحاولوا نقربوا ما بين الشعبين الشقيقين المغاربه والجزائريين، نحاولوا نهضروا بشكل ايجابي على خوتنا الجزائريين كيف ما كاين جزائريين حتى هما كيهضروا بشكل زوين على المغرب، ونخليو السياسه المواليها وهذوك الناس اللي كيديروا الفتنه في مواقع التواصل الاجتماعي من الطرفين الله يهديهم. والمغاربه والجزائريين في واقعنا مختلفين بزاف على داك الشيء اللي كيدور في مواقع التواصل الاجتماعي. الواقع ديما كيأكد لنا اننا اخوه بكل ما تحمل الكلمه من معنى، دمنا أخوة ولا دا من أراد أن يفرقنا. أخوتي كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى تدعموني وتشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش تصلكم دائما جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.